بيبدأ الفيلم ببنت اسمها ماري عمرها 16 سنة وبتكون عايشة في لندن مع أبوها مستر جودوين، وبيكون أبوها شغال كاتب روائي مشهور، وبيكون لماري أخت اسمها كلير وبيكون عايش معاهم مرات أبوها. وماري مولودة في عيلة موهوبة في الكتابة، وأبوها وأمها كتاب مشهورين جدا، ولأن أمها ماتت بعد ما ولدتها بأيام بتقرر ماري إن هي هتبقى كاتبة روائية زي أمها، فبتحاول إن هي تقرأ أعمال كتير لأكتر من كاتب عشان تستلهم الفكرة اللي هتستخدمها في الرواية بتاعتها منهم. وبتروح كل يوم عند قبر أمها عشان تقرأ الروايات دي، وبعد ما بتخلص قراية الروايات بتروح على البيت قبل ما أبوها يرجع للبيت، وأول ما بتوصل البيت بيوصل وراها أبوها، فبتخبي بسرعة الرواية اللي كانت بتقراها لأن هو منعها من قراية بعض الروايات زي الروايات الرعب، وده لأن هو عايزها تستلهم فكرة خاصة بيها مش تنقل أفكار من كتاب تانيين. فبينصحها إن هي تدور على فكرة خاصة بيها وتتكلم بصوتها هي وطريقتها هي، لأن هو شايف إن كل اللي كتبته تقليد أفكار لكتاب تانيين. وفي نهاية اليوم بتكون ماري قاعدة بتكتب في المفكرة بتاعتها، فبتدخل عليها مرات أبوها وبيتناقشوا مع بعض في كتابات ماري، ولكنها شايفة إن ماري مجنونة زي أمها ومش هتقدر تحقق حاجة ولا تكتب رواية كاملة. فبتتعصب ماري عليها لأنها ذكرت أمها بطريقة وحشة وبتوقعها على الأرض. وفي الوقت ده بيشوف أبو ماري اللي حصل ده، فبيتعصب عليها وبيقرر إن هو هيبعتها لصديقه ويليام في اسكتلندا عشان تكون بعيدة عن مرات أبوها، وفي نفس الوقت تحاول تخلص روايتها الأولى، وهيساعدها في كده الحياة الهادية في اسكتلندا. فبتحضر ماري شنطتها عشان تبدأ رحلتها لاسكتلندا تاني يوم، وبيجي تاني يوم وبتودع ماري أختها، وبعدها بتركب العربية عشان توصل لبيت ويليام اللي هتقعد عنده. وأول ما بتوصل بيستقبلها ويليام وبيرحب بيها جدا، وبيعرفها على بنته إيزابيل اللي تقريبا في نفس عمرها، وبيقول لها إن إيزابيل هتساعدها على الاسترخاء عشان تقدر تستلهم فكرة الرواية بتاعتها، وكمان هتساعدها لو احتاجت أي حاجة. وبتمر الأيام وبتتعود ماري على العيشة في اسكتلندا، وبعد كام أسبوع بيعمل ويليام حفلة في البيت عنده بيتجمع فيها كل الكتاب والشعراء الموجودين في اسكتلندا. وفي الحفلة دي بتراقب ماري كل الزوار عشان تتعرف على كتاب جدد يساعدوها في كتابة روايتها الأولى. وفي الأثناء دي بتقع عينيها على شخص وسيم وشكله أصغر من باقي الناس الموجودين في الحفلة، فبتسأل إيزابيل عنه، فبتقول لها إيزابيل إن ده اسمه شيلي، وإن هو شاعر ثوري وكل قصايده بتتكلم عن السياسة والحب، وده سبب في إن هو على طول في مشاكل مع الرئيس، ولكنه كسب شهرة وفلوس كتير من ورا القصايد بتاعته. فبتنبهر ماري بيه وبتفضل مراقبته للحفلة وبتحاول ان هي تجذب انتباهه. وفي الوقت ده بيجي ويليام ومعاه شيلي عشان يقدموا لماري وبيسيبهم مع بعض، فبيعرفها شيلي على نفسه وبيقول لها ان هو شاعر ثوري، وبيقول لها كمان ان هو عارفها وان هو من متابعين كتابات ابوها وامها قبل ما تتوفى، وبيتمنى ان هو يقابل ابوها في يوم من الايام ويعرض عليه قصايده. وفي الاثناء دي بيجي ويليام وبيقول لشيلي ان ده دوره عشان يقول قصيدته، فبيروح شيلي يقف على كنبه موجوده في وسط الصاله وبيقول قصيدته، وطول ما هو بيتكلم بتكون عينيه مش بتنزل من على ماري، وبيكون بدأ يعجب بيها. وبعد شوية بتخلص الحفلة فبتدخل ماري تنام عشان تروح تاني يوم مع ويليام وبنته إيزابيل الغابة. وتاني يوم بتصحى ماري من النوم وبتروح مع ويليام وإيزابيل الغابة، وبيكون معاهم شيلي، وهناك بيعترف شيلي بحبه لماري، وبيقول لها ان هو قريب هيقابل ابوها عشان يخلي علاقتهم رسمية. فبتنبسط ماري بكلامه وبيقضوا مع بعض اليوم في الغابة، وبيخلص اليوم وبيروحوا كلهم على البيت. وبمجرد ما بتوصل ماري البيت بيوصل لها جواب من لندن، وبيكون مكتوب فيه ان كلير اختها حالتها الصحية في تدهور ومحتاجة تشوفها. فبتجهز ماري شنطتها بسرعة عشان ترجع على لندن وتطمن على اختها، وبتركب العربية اللي هترجعها وبتبدأ رحلتها. ولما بتوصل هناك بتدخل على أوضة كلير على طول، ولكنها بتتفاجئ لما بتلاقي كلير مش تعبانة، فبتسألها هي ليه بعتت لها جواب وقالت ان هي تعبانة، فقالت لها ان هي محتاجاها جنبها وهي دي الطريقة اللي هترجعها بيها، وبتطلب منها ان هي لو هتسافر مرة تانية تاخدها معاها. فبتوافق ماري وبتفضل ماري في لندن لحد ما بيجي الوقت المناسب وتسافر مرة تانية لاسكتلندا. وفي يوم من الايام وهي قاعدة مع اختها بيسمعوا صوت لضيف عندهم في البيت، فبيخرجوا بسرعة يشوفوا مين الضيف ده. فبتتفاجئ ماري لما بتلاقيه شيلي، ولكنها بتحاول تتظاهر ان هي ما تعرفوش. فبيقول شيلي لابوها ان هو عاوز يعرض الديوان بتاعه في المكتبة بتاعته مقابل الفلوس، فبيوافق ابوها وبيعرض عليه ان هو يقعد معاهم في البيت اثناء وجوده في لندن. فبيرحب شيلي جدا بالفكرة وبيوافق ان هو يقعد معاهم عشان يكون قريب من ماري طول الوقت. وبعدها بتقوم ماري تفرجوا على المكتبة بتاعت ابوها وبتبدأ تحكي له عن امها وان هي ماتت بعد ما ولدتها بايام.
فبيتأثر شيلي وبيحاول انه يطمنها، وبيقول لها ان هو هيعوضها عن غياب امها، وبيطلب منها انهم يتقابلوا بره البيت. فبتقول له ماري انهم هيتقابلوا عند قبر امها لان هي بتحب تزوره على طول. وتاني يوم فعلا بيتقابلوا هناك، وبتحكي له ماري عن حياتها، وبتقول له ان هي كل يوم بتروح لقبر والدتها عشان هي مفتقداها. فبيقطع شيلي كلامها وبيعترف لها بحبه، وبيقول لها ان هو مستعد يعوضها عن كل اللي شافته في حياتها. واثناء ما هما بيتكلموا السما بتمطر، فبيجروا على الكنيسه عشان يستخبوا. وفي اخر اليوم بيرجع شيلي للبيت في الوقت اللي بتكون فيه ماري واختها بيرتبوا الكتب في المكتبه. فبيعدي شيلي من جنب ماري وبيسيب لها جزء من قصيده جديده كتبها ليها، وبعدها بيرجع لشغله مره تانية. فبتطلع ماري بسرعه بره البيت عشان تقرا القصيده مع اختها، واثناء ما هي بتقرا القصيده بتتفاجئ ماري بواحده ست واقفه قدامها، وبيكون معاها طفله صغيره، وبتقول لها ان هي مرات شيلي والطفله دي هي بنته. وبتقول مرات شيلي لماري ان هي لازم تبعد عنه لان هو شخص متجوز، وهي كده معاه في علاقه غير شرعيه. فبتتفاجئ ماري ان شيلي متجوز وعنده طفله، فبتقول لمراته ان شيلي موظف عند ابوها ولكن مفيش بينه وبينها اي علاقه، وبتسيبها وبتدخل البيت، وبتفضل مستنيه شيلي لحد ما يرجع من الشغل، وبتواجهه بموضوع جوازه. فبيقول لها شيلي ان المشاعر بينه وبين مراته انتهت، وان هو مطلقها من بدري، وكل اللي بيجمعوا بيها حاليا ان هو بيصرف على بنته لحد ما تكبر. هو بيقول لها ان هو بيحبها وعايز يتجوزها، لكنها بترفض وبتدخل اوضتها عشان تنام. وتاني يوم الصبح بتصحى ماري وبتمارس حياتها الطبيعيه، وبتحاول تتجاهل شيلي وما يحصلش بينهم اي كلام. وعلى الرغم من ان هو بيحاول يتكلم معاها لكنها بترفض بسبب كذبه عليها. وفي يوم من الايام واثناء ما بتكون ماري في المطبخ مع اختها بتدخل عليهم مرات ابوها، وبتبدا تستفز ماري بالكلام عن امها باسلوب مش كويس. فبتتعصب عليها ماري وبتسيب المطبخ وبتدخل اوضتها، وبتفضل تفكر في حل عشان تخلص من الالم اللي هي عايشه فيه. وهنا بتحس ان هي محتاجه لوجود شيلي جنبها، فبتستناه لما يرجع من الشغل، وبيقرروا انهم يقولوا لابوها عن علاقتهم ويتجوزوا. فبيدخلوا المكتب على ابوها وبيقولوا له الحقيقه، وعلى عكس المتوقع بيرفض ابوها العلاقه اللي بينهم، لان هو حس ان شيلي تحايل عليه، وان هو ما جاش لندن عشان ينشر الشعر بتاعه ولا حاجه، لكنه كان جاي عشان ماري. فبيقرر بعدها شيلي انه يهرب مع ماري ويعيشوا مع بعض بعيد عن اهلها. فبتوافق ماري على قراره ده، وبيتفقوا انهم يهربوا بالليل بعد ما كلهم يناموا. وبيجي الليل واثناء ما بتكون ماري خارجه من البيت بتنادي عليها كلير، وبتقول لها ان هي عايزه تهرب معاها لان ماري وعدتها انهم هيسافروا مع بعض. فبتوافق ماري ان هي تاخدها معاها، وبيطلعوا بره البيت يستنوا شيلي عشان يجي ياخدهم. وبعد كام دقيقه بيوصل شيلي وبياخدهم وبيمشوا، وبيوصلوا للمكان اللي هيقعدوا فيه. وبيكون المكان ده عبارة عن بيت أجره شيلي عشان يقعدوا فيه فترة قصيرة لحد ما يقدر يشتري بيت تاني. وبيفضلوا قاعدين في البيت ده كام يوم لحد ما بيقدر شيلي انه يبيع الديوان الجديد بتاعه، وبيشتري بالفلوس بتاع الديوان ده بيت جديد وكبير في المدينة، وبيتنقلوا كلهم وبيعيشوا فيه. وبتكون حياتهم مملة وكئيبة بسبب ديون شيلي الكتير، واللي بتخليه طول الوقت مشغول عشان يقدر يسدد ديونه. وبيسيب ماري تبات هي واختها لوحدهم بالايام. اما ماري فبتحاول ان هي تألف روايتها الاولى، ولكن كل محاولاتها بتفشل وبتكون مخنوقة من حياتها جدا. وبدأت تفكر ان هي كانت غلط لما قررت ان هي ترتبط بشيلي، ولكن كل الافكار دي بتتبخر لما بتكتشف ان هي حامل. فبتنبسط جدا وبتروح تقول لشيلي اللي بيستقبل الخبر بفرحة كبيرة لان هو هيكون اب لتاني مرة. وبعد كام شهر بتولد ماري بنت جميلة وبيسموها كلارا، وبتكون هي السبب ان علاقتهم تتحسن. لكن كلارا بتتولد ضعيفة ومحتاجة لرعاية جديدة، ولكنهم مش بيقدروا يوفروا لها الرعاية الكافية بسبب ديون ابوها الكتير. فبترعاها امها في البيت هي وخالتها كلير لحد ما الظروف تتحسن. وبيفضل شيلي غرقان في الديون ومش قادر ينهي اي ديوان جديد عشان يبيعه، لحد ما في يوم بيعرف ان الناس اللي ليها عنده فلوس جايين للبيت. فبيروح بسرعة على البيت عشان ياخد ماري وكلير ويهربوا، لكن بترفض ماري ان هي تخرج من البيت بسبب ان الطقس في اليوم ده وحش، وبكده كلارا هتتعب اكتر. لكنها بتضطر تخرج لما بتعرف ان الناس دول هيحجزوا على البيت علشان الديون الكتير اللي على جوزها. فبياخدهم شيلي على بيت جديد بعيد، وبيكون مأجر البيت ده لفترة بسيطة وبعدها هيتنقلوا لبيت جديد. وفي الفترة دي بتسوء حالة كلارا بسبب ان هي محتاجة لرعاية كبيرة وهم مش معاهم فلوس. فبتموت كلارا بسبب قلة الرعاية، وبتفضل ماري حزينة على فراق بنتها لفترة طويلة جدا لان هي ماتت في سن صغير، وده بيفكرها بامها اللي ماتت بعد ما ولدتها. وبيلاحظ شيلي الحزن على ماري، فبيعرض عليها انهم يروحوا يقعدوا عند صديقه اللورد بايرون. فبتوافق ماري وبتحضر شنطتها هي واختها عشان يسافروا لبيت بايرون. وبيستقبلهم بايرون وبيدعوهم عشان يدخلوا البيت ويقابلوا صديقه جون الطبيب البشري، واللي بيشارك بايرون في كتابة الروايات. وبيبان على جون ان هو مش صديق حقيقي لبايرون،
ولكنه صديقه في العمل بس، وكل اللي بيجمعهم ببعض هو الكتابة. فبيدخلوا كلهم عشان يتفرجوا على البيت. وفي الأثناء دي بتشوف ماري رسمة متعلقة على الحيطة لرسام اسمه هنري. فبتقول ماري إن هو كان أول شخص أمها حبته، ولما انفصل عنها قررت إن هي تنتحر بجرعة من الأفيون، ولكنهم قدروا ينقذوها ساعتها. فبيقول لها بايرون إن هو اشتراها من الرسام من فترة طويلة، وبيعزيها في أمها لأن هو أول مرة يعرف إن أمها متوفية. وبيقول لها تقعد معاهم عشان هو وشيلي هيقولوا قصايد، وبيفضلوا يقولوا شعر لحد آخر اليوم. وبعد كام يوم بتكون كلير قاعدة بتنسخ ديوان لبايرون عشان يعرضوا على دار نشر. فبتدخل ماري عليهم وبتقول إن الأجواء بقت مملة ولازم يفكروا في أي شيء جديد يخلي الجو لطيف ومسلي. فبيقترح بايرون إنهم يعملوا مسابقة بينهم، والمسابقة هتكون عبارة عن إن كل واحد هيكتب قصة عن شبح أو وحش، وأحسن قصة هتتكتب صاحبها هو اللي هيكسب المسابقة، وغير كده روايته هتتنشر وتظهر للنور. فبيوافقوا كلهم على اقتراح بايرون. فبيقوم بايرون يرقص مع كلير، واثناء ما هما بيرقصوا بيقول لها ان هي هتكون المسؤولة عن نسخ الروايات. فبتتعصب كلير من اسلوبه معاها، وهو بتقوله ان هي مش حبيبته عشان يديها اوامر. فبيقول لها ان هو عارف ان هي مش حبيبته، وان هي مجرد فتاة ليل باعت نفسها عشان خاطر الفلوس. فبتتضايق كلير من كلامه جدا وبتطلع تجري برا البيت وهي منهارة. فبتجري وراها ماري عشان تلحقها وبترجعها للبيت مرة تانية. ولما بيرجعوا البيت بتروح كلير لأوضة بايرون وبتحصل بينهم علاقة. وفي الأثناء دي بيوصل لشيلي جواب من لندن مكتوب فيه إن مراته الأولى رمت نفسها في المية وانتحرت. فبيحزن شيلي جدا على موت مراته الأولى، وبيسهر طول الليل في حانة يشرب عشان يتخطى حزنه. وبيرجع الصبح للبيت وهو سكران. فبيلاقي ماري وجون وبايرون متجمعين على السفرة عشان الفطار. فبيقول جون ان هو انتهى من كتابة قصته عن مصاص دماء بيقضي على البشر. فبيتريق شيلي عليه وبيقول له ان مصاصين الدماء خرافة، وان هو مش مقتنع انهم موجودين اصلا. وبسبب ان هو سكران بيقول ان هو كمان مش بيثق في الاطباء زي جون. فبيتعصب جون من كلامه وبيضربه، فبيقع على الارض. وبتساعده ماري عشان يقوم من على الارض، وبتسأله عن سبب الحالة اللي هو فيها. فبيقول لها ان مراته الاولى انتحرت وعشان كده هو زعلان. فبتتعصب ماري من كلامه جدا وبتقول له انهم لازم يمشوا من بيت بايرون، وبتسيبه وبتطلع اوضه كلير عشان تقول لها انهم هيمشوا من البيت. فبتقول لها كلير هنا ان هي حامل، لكن بايرون رافض يتجوزها وقال انه هيصرف على ابنها بس بشرط ان هي تعيش بعيد عنه. فبتسيبها ماري وبتنزل لبايرون وبتبدأ توبخه بالكلام لان هو استغل اختها. وبتقوله ان هي مش مصدومة فيه لان هي قابلت من النوع القذر ده رجالة كتير. وبتسيبه عشان تطلع تحضر شنطتها، وبتروح هي وشيلي وكلير لبيت جديد بيأجروه لفترة بسيطة لحد ما يقدروا يشتروا بيت تاني. وبتكون ماري مستاءة جدا بسبب العقبات اللي عدت عليها في حياتها. فبتقرر ان هي لازم تخلص تأليف روايتها الاولى لان ده ممكن يساعدها في ان هي تخلي ظروف حياتها احسن. فبتعتكف ماري في اوضتها لفترة، وبتقدر في خلال الفترة دي ان هي تخلص روايتها الاولى، وبتسميها فرانكنشتاين. واول ما بتنتهي من كتابتها بتعرض الرواية دي على شيلي عشان يقراها. فبيعجب شيلي بالرواية جدا، هو بيقول لها ان هي هتحقق نجاح كبير ولازم يعرضوها على دار نشر عشان تظهر للنور. فبتقول ماري ان هي هتعرض الرواية بنفسها على دار نشر عشان هي خايفة من ان الرواية تتنسب لشيلي. فبتروح تعرض الرواية على اكتر من دار نشر في المدينة عشان يقبلوها، وفي كل مرة بترفض الدار تقبل العمل لانهم خايفين ان هي تكون سرقت الرواية من شيلي. وده لان شيلي شخص مشهور جدا ومعروف عند كل دور النشر في المدينة. فبيرفضوا انهم يقبلوا الرواية دي لحد ما يقابلوا شيلي ويتأكدوا منه ان هي مش سرقة الرواية منه. فبتتعصب ماري من رد فعلهم، هو بتحمل شيلي المسؤولية ان هو السبب في رفض الرواية بتاعتها، ولكنها بتقرر ان هي هتفضل تدور لحد ما تلاقي دار نشر تقبل الرواية بتاعتها. واثناء ما هي في الطريق بتشوف دار نشر قديمة فبتدخل تعرض عليهم الرواية. ولحسن الحظ بيقبل صاحب الدار الرواية وبيقول لها ان هو هيطبع لها 500 نسخة في الطبعة الاولى، ولكن عنده شرطين. الشرط الاول هو ان الرواية هتتنشر باسم مجهول للكاتب، والشرط الثاني ان اللي يكتب المقدمة شيلي لان الرواية هتتباع اكتر بسبب شهرته لان هو ليه جمهور كبير. فبتضطر ماري ان هي توافق، وبترجع على البيت عشان تعرض على شيلي انه يكتب المقدمة. وبتتخانق ماري معاه لان هي شايفة ان هو السبب في ان الرواية بتاعتها هتتنشر من غير اسم، وهو كمان اللي هيكتب المقدمة بتاعتها، وبكده هيتنسب ليه هو الفضل في كتابتها. ولكن شيلي بيكون مش مهتم برأي ماري، وبيسيب لها البيت وبيمشي وبيغيب عن البيت لشهور. وفي الأثناء دي بتتنشر رواية ماري وبتحقق نجاح كبير بسبب ان القصة جديدة جدا على المجتمع، وبتوصل روايتها لأبوها من غير ما يعرف مين الكاتب. فبينبهر جدا بجمال القصة والفكرة، وبيعمل حفلة في البيت عشان يكرم صاحب الرواية دي، وبيكتب دعوة لماري عشان تحضر الحفلة، وبيحط لها الدعوة في روايتها وبيديها لجون عشان يوصلها لها. وأول ما بتفتح ماري الرواية بتلاقي فيها دعوة للحفلة اللي عاملها أبوها في البيت عشان يحتفل بكاتب
الرواية. فبتقرر ماري ان هي هتروح وتقول لابوها ان هي اللي كتبت الرواية مش شيلي. ويوم الحفلة بتلبس ماري فستانها وبتمشي في اتجاه البيت، وبتوصل هناك لكنها بتقف على الباب بره ومش بتدخل لما بتشوف شيلي جوه. وفي الاثناء دي بيقدم ابوها شيلي لمجموعة الكتاب الموجودين عشان يحكي لهم عن فكرة الرواية وازاي كتب رواية بالعبقرية دي. فبيبدأ شيلي كلامه عن الرواية وبيقول ان مش هو اللي كتبها، وان اللي كتبتها هي ماري، ولكنها اتنشرت باسمه هو عشان تحقق نجاح اكبر. فبتتفاجئ ماري من ان شيلي ما نسبش الفضل لنفسه، وبتدخل الحفلة وبتقول لشيلي ان هي سمعته وان هي كانت متأكدة ان هو هيعمل كده، وبتقول له ان هي مش ندمانة على اي حاجة عاشتها معاه، لان حجم الألم والوجع اللي مرت بيه في حياتها هو اللي ألهمها تكتب الرواية دي. وبيقرروا الاتنين انهم يرجعوا لبعض ويعيشوا سوا. وبعد ما بتنتهي الطبعة الاولى من الرواية بتطبع ماري طبعة تانية ولكن باسمها هي، وبتحقق نجاح كبير جدا، وبتبقى ماري من اشهر الكتاب الموجودين في لندن. وبيخلص